ننتقل مع حضراتكم إلى إعلان المرشحين الثلاث في مجال الرسم. المرشح الأول أو المرشحة الأولى هي ريم زكي من محافظة البصرة، عمرها 21 سنة. ريم أيضاً قدمت لنا عمل اسمه قيود، معاناة المرأة نفسياً وجسدياً. أما المرشح الثاني فهو علي خالد من الأنبار، صاحب ال25 عام. يا بوش حياك يا علي، يا أهلاً وسهلاً بعلي. علي قدم لوحة بعنوان خيوط متشابكة، لوحة بالمسامير والخيوط مرسومة بأسلوب بيتروس لتجسيد الإعلامية ميس عنبر. هذه هي اللوحة. أما المرشحة الثالثة فهي باداشت خليل، عمرها 22 سنة من محافظة السليمانية. العمل اللي قدمته باداشت هو لوحة أجنحة فتاة، يعني الفن هو لمواساة أولئك الذين كسرتهم الحياة. تتفضل مشكورة السيدة جنين هينيس بلاسخارت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق لتقديم والإعلان عن فائز الأول في مجال الرسم. أهلا أهلا بالخالة العزيزة، تفضلي. قلت لازم أشرحها لك بعدين. Okay, now the first place winner for the drawing Sorry. category Okay. is a he or a she. Her name is Reem Saki. شكراً لممثلة الأمم المتحدة، شكراً جزيلاً. ألف مبارك ريم. شكراً. ليش التعقيد باللوحة؟ تعقيد؟ بالعكس اللوحة كلش بسيطة. ليش اختاريتي التعقيد والمعاناة؟ القيود، قيود. اللوحة عنوانها قيود، لأن المرأة بمجتمعنا كلش مقيدة من الناحية النفسية والجسدية وكل شيء. تفضلي ويا الجمهور تحدثي لهم عن لوحتك، تفضلي. اختاريت عنوان قيود واللي يوصف تقييد المجتمع للمرأة. وأحب أشكر طبعاً منظمة روانجا وجمعية الفردوس العراقية لترشيح هاي الجائزة. كلش شكراً. شكراً إلك. مبارك إلك الجائزة، وأكيد ألف تحية للعائلة ولكل من شجعها. أنا وياك نعلن جائزة الفائز الثاني والثالث. شو تحب تعلن أستاذ جبار؟ الفائز بالجائزة الثانية هو علي خالد. إذن الجائزة الثالثة راحت إلى باداشت.